السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة لذيذة وسهلة جدا. هنعمل اساور الجلاش. شايفين شكلها تحفة؟ وكمان بقى رمضان داخل علينا كده، كل سنة وانتم طيبين. فدوسوا حفظ للفيديو ده لانكم هتحتاجوه. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الوصفة بتاعتنا. الطريقة بقى كده، هنجيب معلقتين زبدة مع معلقة زيت او سمنة المتاحة عندك، يعني المادة الدهنية المتاحة عندك، وهنسيحهم كده وهنركنهم على جنب. دلوقتي هنجيب بقى معايا كده لفة جلاش. انا هنا مش هعمل الكمية كلها، فهقسمها. هاخد النص كده او الكمية اللي انا محتاجاها. انت ممكن تعمليها كلها او تعملي نصها على حسب انت هتحتاجي قد ايه. انا هنا كده خدت النص، وبعد ما بتاخدي الورقة كاملة بتقسميها نصين بالطول. باخد بقى ورقة ورقة كده بعد ما قسمتها نصين، وابتدي ادهنها بالمادة الدهنية كويس جدا، وابتدي ان انا اتنيها كده، وادهن كمان على الوش التاني علشان تكون مورقة معايا. هدهنها كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه. هبتدي بقى كده اجيب عصاية شيش طاووق، او عندي كده سيخ كفتة زي ما انتوا شايفين، وهبتدي الف الجلاش رول كده عليه، وهنبتدي نضغط من الجنبين كده ونعمل فيه كشكشة من النص، ونلفه دايرة زي ما انتوا شايفين. والحتة الزيادة اللي احنا بنسيبها لقدام دي كده اللي بتبقى القاعدة بتاعة الجلاش. نفس الطريقة تاني اهو، دهناها كويس جدا بالمادة الدهنية ولفيناها كده، وهنسيب حتة في الاخر كده مش هنلفها، وهنضغط من الجنبين هتدينا التكشكيشة اللي انتوا شايفينها، وهنلف زي ما انتوا شايفين كده تدينا شكل الاساور الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. هكرر بقى نفس الطريقة في باقي الكمية لحد ما اعمل الكمية اللي انا عاوزاها. هنا خلصت الكمية اللي انا عاوزاها كلها بنفس الطريقة ونفس الشكل. هبتدي بقى اجيب الصينية بتاعتي وادهنها بمادة دهنية. دهنتها كده بالزبدة، وابتديت ان انا ارصد فيها الجلاش بتاعي، واديته بقى دهنة كده خفيفة من على الوش. وهيخش الفرن درجة حرارة 200. فرن يكون سخن، يعني بتكوني وانتي هتشتغلي خلاص في الجلاش بتبتدي ان انتي تفتحي الفرن بحيث ان هو يكون سخن. بعد كده دخلت الجلاش بتاعي على درجة حرارة 200 في الرف الاخراني خالص. قعدت حوالي بالظبط تلت ساعة، وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، متحمر من فوق ومن تحت. لو ما خدش معاكي الوش ده ولقيتيه احمر من تحت، تقفلي الفرن من تحت وتشغلي عليه الشوايه. هيطلع واخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه. شايفين اللون عامل ازاي من تحت ومن فوق كمان، نفس السوا ونفس اللون، كل واخد لون واحد. هبتدي بقى كده للتزيين بتاعي. هضيف الكريم شانتيه، ممكن تضيفي مكسرات او ممكن تضيفي نوتيلا على حسب اختيارك وذوقك. تمام كده. اشوفكم في فيديو جديد بقى ووصفة جديدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.